السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واحنا ليه كنز في بيتنا نرميه ونرجع تاني بالغالي نشتريه؟ هو ايه؟ قشور الموز. يعني لما يكون عندك موز كده ما تبقيش ترمي القشر بتاعه زي ما احنا شايفين كده، هنجيب القشر نغسله كويس. ولو عندك بقى ومش هتعملي الوصفة حطيه في كيسة حفظ في التلاجة لوقت انتي عاوزة تنفذي اي وصفة يبقى موجود عندك. وده كان عندي موز، فقلت ليه ان انا اشتري الزيت بالغالي لما يكون عندي كنز وانا برميه. هناخد القشور زي ما احنا شايفين ونقطعها كده مكعبات صغيرة، او عاوزة تسيبيها سليمة اللي تحبيه واللي تفضليه. يعني انا مش مأيداكي بأي حاجة معينة، بس القشر ده كنز كنز كنز. هنقول عن فوائد قشر الموز. الموز مفيد جدا جدا للجسم، يعني فيه كل الفيتامينات، فيه كل معادن وحديد ومغنيسيوم وفوسفور وفيتامين سي وكالسيوم. يعني كل الفوائد دي بذمتك نرميه؟ لا، ده احنا نستغله باللي يفيدنا، وبدل ما احنا بنروح وبالغالي نشتريه. هو ايه اللي بالغالي بنشتريه؟ اللي هو الزيت اللي بالموز ده رهيب رهيب رهيب. زيت بجد كنز. يعني القشر ده اللي انت بترميه كنز، هتطلعي منه كنز، سحر، وهم، زي ما تسميه سميه. هناخد القشر بعد ما نقطعه زي ما احنا شايفينه كده، وهناخده في طاسة في حلة صغنونة زي ما تحبي. اعملي بالطريقة اللي تحبيها واللي تفضليها. عاوزة تاخديه تضربيه في الخلاط تمام بالزيت وترجعي تحطيه على النار، بس بيبقى يعني في حتت متكتلة صغننة محروقة كده، فالواحد وهو بيصفيه ممكن تنزل في الزيت. فبالطريقة دي افضل، وكل واحد برضو بالطريقة اللي يحبها. انا مش مأيداكي بحاجة معينة. دي كانت عندي ازازة زيت زيتون بس ما عادش فيها الا قيمة مقدار كوباية الا شوية. خلاص انا حطيتها. انا مش مأيداكي بزيت زيتون، ممكن زيت عباد، زيت تموين، اي زيت عندك، ازازة زيت من 6 جنيه. اي زيت عندك انت كده كده هتحوليه لزيت موز. تمام. هناخد بقى الزيت، هناخد قصدي القشر اللي احنا قطعناه وحطينا عليه الزيت ايا كان الزيت عندك. بس يعني يفضل يعني بلاش زيت تموين، بس انا بقول للي ما عندوش ده وده يحط زيت تموين. خلاص. لان زيت التموين احيانا اللي هو بيجي غامق ده مش كويس، فانا بنقول زيت يكون كويس. تمام. بس ده للي مش متوفر عنده الزيت يحط زيت بقى تموين. بناخده ونرفعه على النار ونفضل نقلب فيه، وياريت تغطيه عشان الزيوت الطيارة اللي بتبقى موجودة فيه ما تطلعش برا، تفضل انها تنزل تاني فيه. تمام. فانا بس علشان بصور لكم قدام الكاميرا فانا يعني كشفاه، لكن انا كنت بغطيه وارجع له تاني. لان انت هتسيبيه على النار، على نار هادية، والزيت هيغلي وينزل الفوائد اللي هي في قشور الموز اللي احنا قلنا عليها الفوائد العديدة. لانه مضاد للاكسدة، وفي نفس الوقت اي حاجة مضادة للاكسدة عرفي ان فيها فيتامينات ومعادن غنية للجسم جدا جدا، وللشعر وللبشرة. وهنطلع منه كريم، وهعمل لكم منه كريم برضو بعد من كده. بس يا ريت لو وصلت معايا لغاية هنا اختي وحبيبتي تدوسي لايك، تدوسي لايك. بالله عليكي بالله عليكي تشجعيني عشان استمر واقدم لك كل ما هو جديد. وبجد بجد انا قبل ما اطلع بالوصفه مجرباها على نفسي، والشعر بجد بجد مش هقول لكم، الشعرايه طريه ناعمه، بتزيد في قوتها. لو في تساقط بتمنعه، لو في قشره. وبعدين انا هضيف، بس خليكي معايا ما تطلعيش من الفيديو عشان في مفاجآت في اخر الفيديو، اللي هي المفاجآت اللي بلاش بقى علشان تفضلي معايا. والله مش علشان حاجة، والله والله كنز بجد كنز. الزيت ده كنز. شوفي ليه تروحي تشتريه ب200 وب300 جنيه؟ الزيت النقي اللي هو من قشور الموز ده بجد غالي غالي. فانت ليه تشتريه؟ شايفين اللي هو الابيض ده اللي نازل من اللي هو المستخلص اللي نازل من القشور. تمام. لغاية ما بتحسي ان القشرية دي يعني تحسي انها بتخرفش على بسيط. تمام. انا كنت وانا واقفه كده كلت لي موزه وقمت راميه القشريه صحيحه في الكسرونه. ف انا قطعت معاكم، فانتوا هتلاحظوا ان واحده طويله كده في وسطهم دي اللي انا كنت بقى ايه كلت واحده كده، لان الموز مفيد كمان ان الواحد ياكله، مفيد للجسم. خلاص.
فهو الموز ده ربنا جعله كنز، يعني فيتامين سي، فيتامين ج، فيتامين B6، يعني مغنيسيوم، يعني حديد، يعني فوسفور، يعني هقول ايه؟ يبقى ما يبقاش كنز؟ طب بالله عليكي ما يبقى كنز؟ لا كنز وكنز. طب ليه ما نرميه وبالغالي تاني نروح نشتريه؟ معايا اختي وحبيبتي، واقول لكم خليكم معايا للاخر علشان الحتتين الحلوين دول. زيت شجرة الشاي طبعا ده للبكتيريا وللفروة الراس، بينقيها وبينعشها كده. او زيت النعناع المتاح عندك، بس ده كان المتاح عندي. هنحط منه 3 قطرات كده او 4 قطرات، ما نكترش. وفي نفس الوقت في عندنا الفيتامين اي. فيتامين اي لو مش متوفر عندك، اللي هي العبوة اللي انا وريتها لك ديت، شريط من الصيدلية اللي هو 400، اللي هو 1000 ايا كان، في شريط ب9 وفي شريط ب18. حطوا كبسولتين، اللي هو مقدار معلقة صغيرة. شايفين الزيت المستخلص الجميل ده اهو؟ احنا صفناه، هنصفيه ونحطه في اي عبوة عندك، سواء برطمان سواء ازازة كويسة اللي تفضليه بقى. هو الزيت المستخلص ده مفيش خطير خطير. زيت والسلام خطير زي ما عليكم احنا ورحمة الله شايفين. وبركاته. وهنجيب مصفى او شاشة، بس ما كانش متوفر عندي الشاشة، وهنبدأ نصفيه. طبعا نصفيه كويس مرة واتنين. وهي القطع كبيرة عموما، فلو وقعت برضك هتشال وتصفيه تاني، وتحطيه بقى في برطمان في ازازة زي ما تحبي. وطبعا الزيت ده بجد بجد كنز في بيتك، ما تبخليش على نفسك. القشر احنا بنرميه، طب ليه واحنا نروح نشتريه تاني؟ اصنعي منه الزيت، وبجد تنعيم، ترطيب، للتساقط، لكل مشاكل الشعر، لان الموز مضاد للاكسده. واي حاجه مضاده للاكسده اعرفي ان فيها فيتامينات ومعادن وحاجات تفيد. فان شاء الله ان شاء الله تجربي واعتمدي الطريقه بنفس الخطوات، وبجد بجد هتدعي لي. طب جربيه الاول وادعي لي. ما تنسيش ان انت تدعي لي. ولو وصلت معايا لغايه هنا دوسي بقى لايك، وما تنسيش اختي وحبيبتي ان انت تشجعيني باللايك بتاعك الجميل. واقول لكم يعني جربوه ومش هتندمي، وبجد بجد بافتكريني بدعوة حلوة. وفي نفس الوقت انت بقى عاوزة تضاعفي كمية، ان انت تحطي كوبايتين على مقدار قشور اكتر، ده حاجة ترجعلك. بس انا دول هيكفوني انا وبنتي فترة طويلة، لان انا ما بحبش يعني ادهن الزيت كتير قوي على الشعر. بكمية بسيطة خالص الشعر هينعم ويبقى جميل زي ما احنا شايفين، الزيت نقي وجميل كده. وما تنسينيش كده بدعوة حلوة، واقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.